أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن past simple أو الماضي البسيط. الماضي البسيط هنتكلم عن تكوينه، إيه هو تكوين الماضي البسيط، إيه هي الكلمات الدالة على الماضي البسيط، وإمتى أستخدم الماضي البسيط، وكمان إزاي نقدر ننفي جملة في الماضي البسيط بشكل صحيح، وإزاي نكون سؤال سواء كان سؤال بهل أو سؤال بكلمة استفهام في زمن الماضي البسيط. سريعا كده هنقول معلومات سريعة. التكوين للماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. لو حبيت أقول الكلمات الدالة فأشهرها هي كلمة lost أو yesterday. وكمان عامة بالنسبة للنفي بنجيب didn't زائد الفعل في المصدر. أما عن طريق السؤال فبجيب did وأحط الفعل في المصدر وأحط علامة استفهام، فأقدر أقول did you live here؟ هل عشت هنا؟ أما استخدامه فبستخدم الماضي البسيط علشان أتكلم عن حاجة عدت في الماضي. I ate my lunch 2 hours ago. تعال نروح بسرعة لكل حاجة من دي بشكل مفصل أكتر. نتكلم في البداية عن التكوين، لكن قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة إن شاء الله لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك حالا وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. على طول نبدأ بالتكوين. تكوين الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. التصريف الثاني للفعل، احنا عارفين ان اي فعل عنده 3 اشكال او 3 تصريفات. التصريف الثاني هو الماضي البسيط، يبقى الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. بس بيقول لك خلي بالك بجيب التصريف الثاني ده باضافه دي او اي دي في نهايه الفعل. ازاي؟ وهناك شواذ تحفظ، يعني في افعال لا ينطبق عليها الدي ولا الاي دي، ولكن ليها اشكال بتاخد شكل مختلف زي سي سو جو وينت، لا دي ولا اي دي ولكن شاذه في الاستخدام ده. يبقى التكوين هو التصريف الثاني للفعل. بجيبه ازاي يا مستر؟ باضافه دي او اي دي في نهايه الفعل، وهناك شواذ تحفظ. تعال نشوف مثال كده بقول لك زي swam in the sea. swam اصلها swim يسبح. swam في الماضي هم سبحوا او عاموا في البحر. I walked to school yesterday. walked فعل في الماضي walked، يبقى swam ده تصريف تاني، walked دي كمان تصريف تاني. He visited Aswan last winter. visited برضو تصريف تاني. طيب بعد ما تعرفنا عن التكوين وهو التصريف الثاني للفعل بإضافة دي أو إي دي في نهاية الفعل، تعال نشوف أمثلة بقى. We played tennis yesterday. played مع yesterday. yesterday دل على الماضي. منى cooked lunch 2 hours ago. cooked وكلمة ago. I watched TV last night. last night الليلة اللي فاتت. watched شاهدته. سامي bought a car last year. last year مع bought. They lived in London 5 years ago. ago lived. طيب بعد كده ومع التكوين ايضا باضافه دي او اي دي، متى نضع الدي ومتى نضع الاي دي؟ نحط حرف الدي في نهايه الفعل لو كان الفعل منتهي بحرف الاي، زي ايه؟ live او lived، يبقى الاضافه هنا دي. like liked الاضافه هنا دي. طيب امتى بقى نحط الاي دي؟ نحطها لو كان لا ينتهي باي، لا ينتهي باي، زي ايه؟ wash washed، watch watched، finish finished، work worked. تمام. طيب اذا انتهى الفعل بحرف ساكن يسبقه متحرك نضعه في الاخير ونضيف الاي دي، زي stop بينتهي بساكن وقبل منه متحرك. تعال نشوف كده نجيب منه الماضي ازاي. على stopped ضعفنا الاخير وحطينا اي دي. I stopped smoking 3 years ago. stopped توقفت عن وكلمة ago. travel تنتهي بإي ساكنة وقبلها متحرك. I traveled سافر. He traveled to England last year. last year فقال traveled. بعد كده تعال نشوف بقى إضافة ال IED. في إضافة اسمها IED
في الحقيقة لا، ولكن إذا انتهى الفعل بحرف الواي قبله ساكن يحول إلى اي ونضيف اي دي، يبقى الفعل اللي بينتهي بواي وقبل منه ساكن أحول الواي دي إلى اي وأضيف اي دي، زي study آخر واي وقبل الواي إيه؟ حرف ساكن، حرف الدي أهو. هحول الواي دي إلى اي وأضيف اي دي، studied. carry carried. رامي studied English last year. رامي درس الإنجليزية العام الماضي. تعال نشوف بعد كده الكلمات الدالة، وهي كلمات تدل على الماضي. أول ما أشوف الكلمة الدالة دي أبص على الفعل ألاقيه تصريف تاني، يبقى الكلمة الدالة بتقول لي خلي بالك أنت هنا في الماضي، يعني بص على الفعل بتاعك خليه تصريف تاني. تعال نشوف أول كلمة دالة معانا هي yesterday، واللي معناها بالأمس. yesterday ومعناها بالأمس. أول ما أشوف yesterday لازم نلاقي فعل الجملة تصريف تاني. تعال نشوف كده I got up at 7 yesterday. علشان كده عندي yesterday قال لي got مش get. I got up at 7 yesterday. In the past معناها في الماضي، حاجة عدت. In the past man lived in caves. الإنسان عاش في الكهوف. live و in the past دل على الماضي، بصيت للفعل لقيته تصريف تاني. كلمة الدالة اللي بعد كده وهي lost معناها الماضي أو السابق. طب قول لي مثال. We bought a car last year. last year العام الماضي، بصيت على بوت لقيتها مش بايت، دي بوت تصريف تاني. We visited London last month قلنا visited تصريف تاني. We ate pizza last year السنة اللي فاتت كلنا بيتزا. ate تصريف تاني عشان في last year. الكلمة الدالة اللي بعد كده وهي كلمة once ذات مرة. لما حد يجي يحكي حكاية ويقول والله في مرة ذات مرة، هيقول كلام عدى مش هيقول كلام لسه جاي، وبالتالي once ذات مرة هتحكي حكاية في الماضي. once I met a wild animal أنا قابلت حيوان بري. in ancient times دي الكلمة الثانية، في العصور القديمة. in ancient times في العصور القديمة. man ate trees كان الإنسان بيأكل الأشجار والأوراق. الكلمة اللي بعد كده وهي كلمة in زائد تاريخ قديم. في in 2006 Egypt won the cup. فازت مصر بالكأس. when I was young عندما كنت صغيرا. when I was young I traveled to London سافرت إلى لندن. بعد كده تعالى نتكلم عن ago. وago من أهم برضو الكلمات اللي بتيجي في نهاية الجملة ومعناها منذ، وبيجي قبلها مدة. I ate lunch 3 hours ago. We left home an hour ago. غادرنا المنزل منذ ساعة. بعد كده تعالى نتكلم بقى عن النفي. ازاي ننفي زمن الماضي البسيط؟ ينفى الماضي البسيط بوضع didn't وبعد كده المصدر. احط didn't قبل المصدر ورد الفعل للمصدر كويس جدا، او never والتصريف التاني. يبقى didn't والمصدر او never والتصريف التاني. طيب تعال نشوف بقى امثله. we didn't live in Alex. لم نعش في القاهره في الاسكندريه. we never lived in Alex. عمرنا ابدا ما عشنا في اسكندريه. I didn't play in a street. لم العب بالشارع. I never played in a street. عمري ما لعبت في الشارع. طيب he didn't sleep yesterday. لم ينم بالامس. He didn't go out yesterday. She didn't play in the street. She didn't cook lunch. لو لاحظنا بنجيب didn't وبعدها المصدر. So didn't sleep, didn't go, didn't play, didn't cook. يبقى النفي في الماضي البسيط بجيب didn't وبعدها الفعل فين؟ في المصدر.
تعال بعد كده نتكلم عن الاستخدام. امتى استخدم زمن الماضي البسيط؟ استخدم زمن الماضي البسيط لو انا عايز اتكلم عن حاجة في الماضي. In the past we lived in Giza. في الماضي عشنا في الجيزة. In the past man rode camels. في الماضي الإنسان كان بيركب الجمال. In the past dad was younger. في الماضي أبي كان أصغر سنا. طيب الاستخدام الثاني وهو habits in the past. عادات في الماضي. عادات في الماضي. باستخدام حاجة اسمها used to. used to معناها كان معتاد أن يفعل شيء في الماضي ولا يفعله الآن ويأتي بعدها المصدر. لكن الماضي هنا يكمن فيه used to. I used to اعتدت على get up early. We used to play in the street. اعتدنا على اللعب في الشارع. الاستخدام اللي بعد كده لو أنا حابب إن أنا أتكلم عن حدث تم في الماضي. حدث تم في الماضي. Mom called lunch. طهت أمي الغداء 2 hours ago. منذ ساعتين. حدث تم. هي طبخت وخلاص. We bought a car last month. اشترينا سيارة الشهر الماضي. اشترينا. الحدث تم. طيب بعد كده معانا الكلام عن الاستفهام والسؤال بهل. ازاي نعمل سؤال بهل؟ علشان اعمل سؤال بهل اول حاجة بقدم did على الجملة. اقدم did على الجملة. وبعد ما قدمت did خلاص ابص على الفعل ارده الى المصدر. نرد الفعل للمصدر. وبعد كده احط علامة استفهام. خلي بالك لو في I او you حولها او we حولها الى you. ولو في my او our حولهم الى your. تمام. دي قواعد عامة في كل الاسئلة خلي بالك. يبقى did وبعد كده الفعل في المصدر واحط علامة استفهام. طيب يبقى انا لما اعمل الحاجات دي اجيب did والفاعل وبعد كده المصدر والمكملة وعلامة استفهام. طب اديني مثال. Did you sleep at 9 yesterday? انت نمت امبارح الساعة 9؟ لو نمت بتقول له yes I did. لا ما نمتش no I didn't. لو بصينا هنا نلاقي did sleep. did جابت المصدر جوه اهو sleep. لما حب يجاوب بنعم قال yes I did. لا no I didn't. اما السؤال بكلمة استفهام. السؤال بكلمة استفهام في الحالة دي أول حاجة بحطها هي كلمة الاستفهام المناسبة. بعد كده بجيب did. بعد كده بجيب الفاعل. بعد كده برد الفعل للمصدر وأحط علامة استفهام. أداة الاستفهام did والفاعل المصدر وبعد كده المكملة لو في وأحط علامة استفهام. تعال نبص على الأمثلة اللي معانا. الجملة الأولى بتقول I went to work by taxi. هنا الكلمة المناسبة هي how. وبعد how نحط did. وبعد كده أجيب الفاعل اللي هو I أحوله إلى you. يبقى how did you وحول went إلى go لأن أنا أجيب منها المصدر. يبقى how did you go to work. كيف ذهبت إلى العمل. في الجملة الثانية she studied medicine. يبقى what did she study. إذا أنا بجيب كلمة الاستفهام المساعد الفاعل ثم المصدر ولو في مكملة وأحط علامة استفهام. used to واللي معناها اعتاد أن. القاعدة دي بتعبر عن الماضي. يعني حاجة أنا اتعودت عليها في الماضي. كل ده هنعرفه مع مستر عادل بسيوني إن شاء الله في حلقة النهاردة. تابعوا معانا للآخر وهنعرف كمان الفرق ما بين used to وبي used to وجيت used to. قبل ما نبدأ في الفيديو لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك حالا وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل ما هو جديد. ولو عملت شير يبقى فيك الخير. وعلى طول نروح للبداية. used to يجي بعدها فعل في المصدر ومعناها اعتاد أن. يفعل شيء في الماضي ولا يفعله الآن. used to كان معتاد أن يفعل شيء في الماضي ولا يفعله الآن ويأتي بعدها المصدر. تمام. تعبر عن الماضي. يبقى used to اعتاد أن يفعل شيء في الماضي ولا يفعله الآن ويأتي بعدها المصدر. وتعبر عن عادة في الماضي. كويس جدا.
طيب تعالى بقى نشوف ازاي بنقدر نستخدمها. I used to play in a street. I used to اعتدت أن play فعل في المصدر in a street. طيب يا ترى الحدث ده بيحصل دلوقتي؟ لا. اعتدت على اللعب في الشارع، لكن دلوقتي ما بنلعبش في الشارع طبعا. He used to get up late. اعتاد على الاستيقاظ متأخرا. طب دلوقتي بيستيقظ متأخرا؟ لا طبعا. She used to stay up late. كانت متعودة ان هي تسهر، لكن دلوقتي لا. They used to عفوا I used to live in Cairo. اعتدت على العيش في القاهرة. يبقى القاعدة معايا متوفرة باللون الأحمر قدامك أهو used to. كويس جدا. وجاي بعدها باللون الأزرق فعل في المصدر play get up stay up live. تمام. used to اعتاد أن يفعل شيء في الماضي ولا يفعله الآن ويأتي بعدها مصدر. كويس جدا. إزاي بقى نقدر ننفي used to؟ used to عادة في الماضي. طيب ما احنا عارفين إن الماضي بيتنفي بإيه؟ برافو عليك، didn't زائد المصدر. إذا هيظهر لي الفاعل didn't use to والمصدر. الفاعل didn't use to والمصدر. خلي بالك أنا لما جبت didn't حذفت الدي من used فأصبحت use. didn't use. طب اديني مثال. he didn't use to get up late. لم يعتد على الاستيقاظ متأخرا، لكن دلوقتي بيقوم متأخر. she didn't use to stay up late. لم تعتاد على السهر، لكن دلوقتي بتسهر. I didn't use to live in Cairo. لم أعتد على العيش في القاهرة، لكن دلوقتي متعود. يبقى بقى في حالة النفي أنا ما كنتش بعمل، لكن دلوقتي الحدث بيحصل. عكس إيه؟ عكس الإثبات. طب يا ترى لو حبينا نعمل سؤال بهل إيه اللي يحصل؟ مستمرين في الكلام عن الماضي، فاحنا بنتكلم عن الماضي، يبقى كل اللي انا بعمله ان انا بقدم did على الجمله واحذف الدي فيبقى اسمها يوز، واجيب الفعل في المصدر وعلامه استفهام. ازاي؟ اقول لك did فاعل use to وفعل فين؟ في المصدر. تعال نشوف مثال. did he use to هل اعتاد على get up late الاستيقاظ متاخرا؟ لو هو متعود على كده بقول yes he did. لا مش متعود. no he didn't. جبنا did في البداية، الفاعل he used to ما قلناش used بقى. get up ادي الفعل في المصدر وليت مكملة وحط علامة استفهام. قلنا لو هو متعود على كده فبقول yes he did. لا مش متعود فبقول no he didn't. كمان مثال يوضح لينا اكتر. لو قلت did you used to play tennis هل اعتدت على لعب التنس؟ فلو انت متعود على لعب التنس بتقول لي ايه؟ yes I did. لا مش متعود. no I didn't. خلي بالك I في السؤال كانت ايه؟ كانت you. طيب مكملين ولكن بمثال اخر. did she used to help mom هل هي كانت متعودة انها تساعد ماما؟ لو متعودة بقول yes she did. لا no she didn't. يبقى احنا كده خدنا used to وننفيها ب didn't use to، والسؤال بهل did use to. كويس جدا. تعالى نسأل بقى بكلمة استفهام. لو السؤال ده بكلمة استفهام ايه اللي يحصل؟ يقول لي على طول هنجيب كلمة الاستفهام وبعد كده did والفاعل use to والفعل في المصدر. خلي بالك من شكل السؤال. يبقى كلمة الاستفهام did والفاعل use to والفعل فين؟ والفعل في المصدر. What did you use to do؟ ماذا اعتدت أن تفعل؟ تعال نجاوب كده. قال له I used. يبقى في الإجابة قال له إيه؟ I used. أمال ليه فوق في السؤال use؟ علشان في did. إحنا كنا واخدين في الماضي البسيط إيه؟ قاعدة بتقول did أو didn't هات المصدر. did أو didn't هات المصدر. did أو didn't هات المصدر. تمام؟ برافو عليك. I used to play in a street. ايه اللي انت كنت متعود عليه؟ فقال لي انا كنت متعود ان انا العب في الشارع. طيب كمان مثال. what لا when بقى نغير كلمة الاستفهام. when did he used to get up؟ متى اعتاد على الاستيقاظ؟ هو كان متعود يصحى امتى؟
he used to get up late. ده كان متعود يصحى متأخر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الكلام عن used to، ولكن مش نهاية حلقتنا النهارده. ليه؟ النهارده معانا كمان قاعدة لكن اسمها be used to واللي معناها اعتاد أن. ولكن القاعدة هنا ممكن استخدمها في المضارع وممكن استخدمها في الماضي. يعني ممكن الاقي am او is او are used to. شوف بقى هنا اللي هيجي بعدها ايه؟ زائد الفيرب بلس ing. او ممكن تبقى was او were used to والفيرب بلس ing. اديني مثال يوضح. تعال نشوف المثال. I am used to playing tennis. انا متعود على لعب الايه؟ التنس. I am used to. ما قالش play بقى، قال ايه؟ playing. يبقى be used to يجي بعدها فعل فين؟ في المصدر. طب لو هي، اقول he is used to getting up late. he is used to getting up late. طيب لو they are used to staying up late. they are used to staying up late. لقينا ايه؟ لقينا am او is او are وبعد كده used to وبعد كده فعل زائد ing. فعل زائد ing. يبقى هنا ما تقوليش مصدر، ده used to بعدها مصدر. لا، دي اسمها be used to. اسمها ايه؟ be used to. تمام. لسه مكملين في be used to علشان نقول I was used to playing tennis. ده انا كنت متعود على لعب التنس. هنا بقى اصبحت في الماضي مش في المضارع. يبقى was used to والفعل برضه زائد ing. he was used to getting up late. هنا was. they were used to getting up او staying up late. يبقى was aware used to برضه verb plus ing. يبقى نوصل هنا للحالة الثانية. used to فعل في المصدر. be used to فعل زائد ing. طيب يا ترى وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده؟ طبعا لا، لسه مستمرين مع مستر عادل بسيوني. وبفكرك لو انت لسه موجود معانا انزل اشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو عملت شير تستفيد انت والغير. ومكملين مع get used to. get used to اللي متساوية تماما مع be used to. يعني ايه متساوية؟ يعني برضو هنا يجي بعدها verb plus ing. تعال نشوف. I got used to playing tennis. يبقى got used و playing. تمام. He got used to getting up late. تمام. They got used to staying up late. طيب ايه الحكاية؟ يعني ايه اللي دخل got هنا؟ طب ما نستخدم be used to خلاص. لا، هنا يقول لي الفرق ما بينها وما بين be used to ان هنا يبقى في مجهود مبذول لما استخدم get used to، لكن الاثنين يجي بعديهم فعل زائد ing. تمام. يبقى اتكلمنا عن used to يجي بعدها مصدر، وبعد كده be used to يجي بعدها verb plus ing. get used to ويجي بعدها verb plus ing. وما زلنا مستمرين ومكملين مع نفس الفكرة والتسلسل، ولكن في شيء مختلف. used to be used to. ما انت قلت لنا be used to يجي بعدها فعل زائد ing ولا مصدر؟ ايه ده؟ انت غلطت ولا ايه؟ لا ما غلطتش، لكن شكل تاني ل used to اللي يجي بعدها فعل في المصدر، ولكن استخدامها ليها معنى اسمه يستخدم فيه او يستخدم ليه. هنا الصيغة دي اصلها مبنية للمجهول. مش فاهم يعني ايه؟ يعني الجملة هنا بتبدأ بمفعول، والمفعول ده بياخد is ولا are used to والفعل في المصدر. طب ازاي كده؟ وريني كده. بقول is او are used to والفعل فين؟ في المصدر. A pen is used to write with. يستخدم القلم في الكتابة به. يبقى is used to ومصدر اهو اسمه ايه؟ اسمه write. مصدر write. طيب A knife السكين is used to cut food with. بقطع بيها الطعام. cut. يبقى ظهر لي هنا ايه؟ write وcut كفعلين
في المصدر، مع ان في البدايه في is used to. لكن المعنى هنا مختلف. المعنى هنا يستخدم فيه، ولكن المعنى اللي فات اسمه اعتاد على أن. أشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.